صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. الكنافة من الحلويات الشرقية اللذيذة جدا، ودايما بنحب نطور فيها ونحط عليها حشوات مختلفة وكمان نجربها مع أطعم جديدة. فالنهاردة بقى قررت أعملها لكم بطريقة جديدة وسهلة وكمان بطعم جديد هتشوفوه لأول مرة حصري هنا وبس. كب كنافة بقمر الدين لذيذة جدا، لازم تجربوها بجد، ميكس رهيب. وكمان هنعملها بحشوات مختلفة، بيستاشيو وشوكولاته، تقدروا تختاروا الحشوه اللي تناسبكم. بس بصراحه لازم تجربوا حشوه قمر الدين دي، بجد طلعت رهيبه. حتى لو مش متوفر عندكم قوالب الكب كيك هقول لكم ازاي تعملوها بكل سهوله، وكمان هتطلع شكلها تحفه وشيك قوي في التقديم وسريعه وفي 10 دقايق بس. لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو من الكنافه، كنت مجمداها في الفريزر وبعدين قطعتها بالسكينه كده وفتفتها حتت صغيره جدا زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيت عليها معلقتين كبار من السكر البودره وقلبتها كويس جدا لحد ما السكر اختفى معايا، وبعدين نزلت عليها بكوبايه من السمنه السايحه، وبعدين فضلت اقلب فيها كده وافركها بايدي علشان تتغلف كويس بالسمنه. وده طبعا مهم جدا ان كل الكنافه تتغلف بالسمنه علشان تبقى متماسكه معايا وتطلع شكلها مظبوط. وبعد ما نتاكد بقى ان الكنافه كلها متغلفه بالسمنه كويس، هناخد كده شويه في ايدينا وبعدين نضغط عليهم. لو لقيناهم بيتماسكوا معانا وياخدوا شكل الايد كده يبقى خلاص كده بقت جاهزه معانا. هنجيب بقى صينيه الكب كيك ونحط فيها ورق كب كيك، وهبدا بقى احط الكنافه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بحط شويه كده في الاول وبعدين ببدا اعلي الجوانب واسيب النص ده فاضي شويه، وبعدين بجيب المعلقه واضغط بيها كده على الكنافه، وبجيب بقى ايد الهون عندي او ممكن كمان غطا ازازة، اي حاجة متوفرة عندكم، وتبدأوا تضغطوا في النص كده علشان تعمل حفرة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بعمل واحدة تاني قدامكم اهيت. بحط الاول شوية من الكنافة وبعدين بعلي الجوانب واسيب اللي في النص فاضي شوية، وبعدين بضغط عليها بالمعلقة عشان تتماسك معايا كويس، وبجيب ايد الهون وبضغط كده في النص علشان تعمل حفرة زي ما انتوا شايفين كده. وده طبعا علشان لما نيجي نضيف اي حشوة للكنافة يبقى ليها مكان كده ونقدر نحط كمية حشوة كويسة. وبس كده، دي كانت اول طريقة معانا بقالب الكب كيك. تعالوا بقى علشان اقول لكم لو ما عندكوش قالب كب كيك هتعملوها ازاي. دي كوبايات اللي هي بتاعة القهوة اللي بنشرب فيها القهوة لما بنكون برا، اللي هي بتبقى كرتون دي. بس ما تخافوش خالص، هي مش هيجرالها اي حاجة من الحرارة، بس اهم حاجة تكون كوبايات صغيرة يعني بتاعة القهوة، علشان لما نحط فيها الكنافة ونسويها تدينا قوالب صغيرة كده وشكلها حلو. وكمان عشان الكنافة كل ما كان حجمها صغير بتبقى اسهل واسرع في التسوية. هحط بقى شوية كده من الكنافة في الكوباية، يعني لحد تلتينها بس، وبسيب التلت التاني فاضي، وبضغط كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده عشان الكنافة تتماسك في بعض وتبقى شكلها مظبوط معايا. وبعد ما بخلص بقى بحطهم في اي صينية عندي، وبعدين هدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط. بعد ما تاخد لون من الجناب زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اطلعها واديها مسحة بسيطة كده من السمنة على الوش، وبعدين هفتح عليها الشواية لحد ما تاخد لون معايا من فوق. وممكن كمان تقلبوها بكل سهولة عشان تتأكدوا انها اخدت لون من تحت. ودي بقى يا جماعة صينية الكب كيك اللي احنا عملناه في الاول، اخدت لون من الجناب بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنفس الطريقة برضو هديها كده دهنة من السمنة خفيفة جدا على الوش، وبعدين هرجعها تحت الشواية لحد ما تاخد لون من فوق كويس جدا. واهم حاجة بقى نخلي بالنا ونتابعها علشان ما تتحرقش مننا. وده بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن، واخده لون حلو زي ما انتوا شايفين، وبتطلع بكل سهولة من الورقة وهي لسه سخنة بقى كده وطالعة من الفرن. هنسقيها بالشربات التقيل البارد، هنكون محضرينه قبلها كوباية من السكر، عليها نص كوباية من المية، وعصرة نص ليمونة، ومعلقة من عسل الجلوكوز، وباكت من الفانيليا، وهنحطهم على النار لحد ما يغلوا. وبعدين نهدي النار لمدة 5 دقايق ونطفي النار ونحطهم في التلاجة لحد ما يبردوا. واول بقى ما الكنافة تطلع من الفرن هنسقيها بالشربات البارد. شايفين بقى يا جماعة ديت الكنافة اللي احنا عاملينها في الكوبايات بتتقلب معايا بكل سهولة، واخده لون حلو جدا من فوق ومن تحت. والكوبايات الكرتون طالعة
زي ما هي، متأثرتش بالحرارة خالص زي ما انتوا شايفين. هنسقيها بقى بالشربات التقيل البارد وهي سخنة كده، وهنغطيهم بقى لمدة 5 دقايق علشان تبقى طرية معانا شوية، ما تبقاش ناشفة قوي. وزي ما انتوا شايفين كده الكنافة بتشرب في الشربات بتاعها كده بكل سهولة. كده تعرفوا ان الكنافة بتاعتكم هتبقى ناجحة وفي نفس الوقت مقرمشة ولذيذة. ولو بتحبوا الكنافة سادة خالص من غير اي حشوات تقدروا تاكلوها كده، هتبقى لذيذة جدا. ودلوقتي بقى هنحضر الحشوة الجديدة بتاعتنا وهي قمر الدين. عندي كوباية من المية السخنة المغلية، حطيت عليها كوباية من قمر الدين متقطع صغير جدا، وهبدأ ادوبهم على النار لحد ما قمر الدين يدوب تماما. وبعدين جبت نص كوباية من المية تكون فترة مش سخنة ولا حاجة، حطيت عليها معلقتين كبار من النشا ودوبتهم مع بعض كويس، ونزلت بقى كده على قمر الدين بعد ما داب كويس، وهبدأ اقلب تاني على النار لحد ما القمر الدين يتقل معايا ويوصل للقوام اللي احنا عايزينه علشان نحشي بيه الكنافة. يعني كأن كده بتعملي مهلبية قمر الدين بالظبط. شايفين اهو يا جماعة القوام تقل جدا وبدأ يبقبق كده، هقفل عليه وبقت الحشوة جاهزة معانا. هنجيب بقى الكبات بتاعت الكنافة ونبدأ كده نحط فيها شوية من الحشوة اللذيذة ديت، وهنديها خبطة كده على الرخامة علشان وشها يتساوي معانا. وهنا بقى بوزع الحشوة على الكنافة اللي احنا عاملينها في القالب زي ما انتوا شايفين كده، بحط شوية في النص بس، والباقي كده حطيت عليه شوكولاتة سبريد. طبعا بتبقى جميلة جدا الشوكولاتة مع الكنافة. وبس خلاص تقدروا بقى تزينوها بأي شكل تحبوه، سواء جوز هند وزبيب او مكسرات وجوز هند او مكسرات بس او قطع من الفراولة زي ما انا عملت كده. بجد كلها بتبقى شكلها حلو جدا، غير بقى ان الكنافة اصلا طعمها لذيذ لذاذة بجد. مع قمر الدين كمان حاجة كده طلعت تحفة بجد، وشكلها بيبقى شيك جدا يا جماعة في التقديم زي ما انتوا شايفين كده. بجد هتبقى لذيذة قوي في اي عزومة، وكمان فكرة جديدة ومختلفة وهتعجب اي حد بجد يجربها، وسهلة وسريعة ما خدتش وقت خالص، وتنفع كمان فكرة مشروع هيبقى مربح جدا علشان بجد طريقتها جديدة ومختلفة وسهل جدا اي حد ياخدها تكويه كده، وبتبقى حلوة قوي قوي. شايفين هنا يا جماعة انا بقلبها زي ما انتوا شايفين، بتتقلب معايا بكل سهولة من غير اي مجهود. بضغط عليها كده بصباعي من تحت بتنزل بكل سهولة. تقدروا بقى الشوية السادة دول تاكلوهم سادة كده، او ممكن تحط عليهم بقى اي صوص متوفر عندكم. وانا بقى هجرب معاكم احط عليها كده صوص بيستاشيو، هيبقى لذيذ جدا. طبعا عارفين كلنا الترند بتاع الكنافة بالبيستاشيو، فدي بقى طريقة جديدة كمان للكنافة بالبيستاشيو بجد لذيذة جدا يا جماعة، لازم تجربوها. وهنا اهو يا جماعة حطيت عليها كده شوية من صوص البيستاشيو، وبعدين حطيت عليها لوزية من فوق اديتها شكل احلى واحلى. ودي بقى كمان يا جماعة الكنافة اللي بقمر الدين بجد شكلها لذيذ جدا وشيك، وميكس الكنافة مع قمر الدين ده طلع حاجة بجد تحفة وطعمه لذيذ لذاذة، لازم تجربوه. وعايزة اقول لكم بقى انكم كمان تقدروا تستبدلوا قمر الدين بالمانجا، وطبعا الكنافة بالمانجا غنية عن التعريف وبتبقى حلوة جدا يا جماعة. ودي معانا بقى الشكل التاني من الكبات زي ما انتوا شايفين، دي كنت حاطة عليها شوكولاتة سبريد. شايفين يا جماعة شكلها حلو جدا بعد ما شلت الورقة من عليها، شكلها لذيذ جدا اهيت وسهلة كمان في الاكل، وبتبقى شيك جدا في التقديم زي ما قلت لكم. ودي كمان يا جماعة اللي احنا حاطين عليها صوص البيستاشيو، شايفين بجد شكلها تحفة. وعايزة اقول لكم بقى انها مقرمشة جدا، يعني اسمعوا بقى كده القرمشة. وبس خلاص كده عملنا احلى كب كنافة بقمر الدين والشوكولاتة وكمان البيستاشيو. بجد يا جماعة لازم تجربوها، هتعجبكم جدا، جديدة وسهلة وسريعة وما بتاخدش وقت وطعمها هيجنن. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، متنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.